تعالي بقى النهاردة أعرفك أسرار المحشي، إزاي تسويه وإزاي ما تلاقيش عليه حباية رز زي ما انتي شايفة كده، وإزاي تشتري الكرنباية، وإزاي تعملي الخلطة، وإزاي اللي انتي تسقيه صح زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الصورة خير دليل. شايفين نازل ازاي مفرفر ومفلفل، ومفيش واحدة ماسكة في أختها، حاجة كده عسل. يا ترى الطبق ده بتجهزيه لمين؟ لصاحب نصيبه. ألف هنا وشفا على قلبه. وكمان عملنا صينية من الكوسة، سويناها بطريقة جديدة حلوة جدا عشان نستعد بقى رمضان وحلاوة رمضان والعزايم، ونعمل أحلى صواني مشكلة من المحاشي. طبعا ده مش ورق عنب، ده ورق خس لعشاق ورق الخس. هقولك ازاي تعملي وتحشي ازاي، وحاجات زمان وروايح زمان هرجعها لك بكل حذافيرها. لو انت مشتاقة لأيام زمان تعالي خشي الفيديو ده وهعرفك كل أسرار المحشي، وازاي يطلع معاكي كده، وازاي اللي ياكله من ايدك يحلف بحلاوته وطعمته. مش كل اللي عملت محشي ولا سوته، في حاجة اسمها نفس، وفي حاجة اسمها حب وسماح. لازم تكوني بتعملي حاجتك بالحب وبالسماح. نفسك يبقى في كل حاجة، في أكلك وفي شقتك، في غسيلك، في مشيتك، في كل حاجة نفسك الحلو والطيب. قبل ما نخش بقى على طريقة العمايل والتحضير، والفيديو معانا طويل النهاردة، ما تنسوش ان انتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتركوا لي في القناة، وتفعلوا زر الجرس، وكمان تكتبوا لي كومنت تعرفوني منين، ولايك حلو من ايديكوا عشان هتستفيدي بيه، وشير لاصحابك عشان اللي ما تعرفش تعرف. ده للبنات الصغيرين. تصلي على النبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده، ادي الكرنباية. اشتريها ازاي؟ تشتري القرص المدور زي ما انت شايفة كده، وتكون ورقتها الورقة البيضة. بسم الله ما شاء الله. طبعا دي كان عليها ورق اخضر كتير بس انا شلته. كرنب غالي، كرنب رخيص زي ما يكون هنشتريه، والحمد لله عليها نعمة. هتبتدي تجيب الكرنباية وتطبي عليها كده، تحس بطبتك عليها كده من النص ان هي ايه، في فراغ شوية، مش مكبوسة. ما تجيبيش تفرحيش بتقل الكرنباية وان هي تبقى مكبوسة، لا. لكن اللي بتبقى مهوية شوية وبتبقى مليانة ورق زي ما انت شايفة كده، يبقى ورقتها تطلع معاكي كده بكل سهولة. تخبطي خبطة كده من النص تطلع معاكي الورقة. شايفين؟ لو انت حابة تفصصيها هتطلع معاكي ورقة بورقتها زي ما انت شايفة كده. انا بقى بشيل منها كام ورقة لو حلتي صغيرة، وبحط الباقي سليم بعد ما اقورها التقويرة اللي انتوا شفتوها دي، تسهل عليكي كتير. وكنت نزلت بقى وجبت خس وجبت خضرة وجبت ورق خس. اللهم صل على حضرة النبي على الشتاء وحلاوة الشتاء. تعالوا بقى كده على البوتاجاز ونسمي بالرحمن. المية بتاعتنا سخنت، بتاعت السليق. ما كتريش ميتك، يا دوبك توصل لنص القرص بتاع الكرنباية، وتحطي شوية ملح. ما بتحطيش كمون، ما بحبش الكمون، بحس بيدي طعم كده للورقة، انا عن نفسي ما بحبوش. شوفي طريقتي في عمايل المحشي النهاردة وسليق الكرنب وجربيها، هتعجبك جدا وهتعتمديها. ابتديت اللي انا اشيل كام ورقة كده، حسيت ان هي تبقى كبيرة، شفتوا قلبها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حاجة كده عسل، كرنب الشتاء وحلاوة الشتاء في الخضار. هاجي بقى احطها على اليمة اللي انا دورتها، عشان الاول لازم تدي العروق صدمة في المية السخنة، ولازم العروق تستوي معاكي الاول، اللي هو اللي انا بطلع لكم منها. وبعد كده تقلبي يا دوبك الورقة تدبل وتروحي شايلاه، اهو بيطلع معاكي كده زي الفطير، رقراق. بسم الله ما شاء الله.
جايبة الكرنباية دي بكام؟ دي كنت جايباها ب20 جنيه، كانت ماسكة على ال30. هنا بشطارتك خدتها ب20. بسم الله ما شاء الله عليها، حاجة كده عسل. وانا بسلق ايدي شغالة في كذا حاجة. الخضرة نقيتها وابتديت اللي انا اغسلها. تغسلي خضرتك الاول، تفتحي عليها المية الجارية كذا مرة. ورحت كمان مشغلة العين اللي جنب السليق. لازم المحشي بالذات تبقى ايدك في كذا حاجة عشان تنجزي وقتك وتخلصي بسرعة. مش هسلق واقطع وبعد كده خدع، لا لا، وانت بتسلقي تكوني بتخدعي. حطيت كده شوية زيت حلوين في قلب الحلة بتاعتي. كنت مقطعة كده بصل على فلفل، ونزلت عليه على الزيت لما سخن. ومعايا الكرنب بيتسلق، ومعايا الخضرة بتتغسل، فاتحة عليها المية، بغير عليها المية كذا مرة. حطيت كده شوية ملح مبهر على البصل عشان تدبل معايا كده شوية. انا ما بحبش اقلي. يعني ايه اقلي؟ يعني احمر البصلة. طول ما البصلة بتاعتك يا دوبك تبقى واخدة تتبيلة بسيطة كده، تبقى مسكرة معاكي وحلو. وادي الكرنب بتاعي بيطلع بسم الله ما شاء الله. كرنباية اللهم صل على النبي كان فيها بركة. ليه؟ لانك طلعتي منها لحد كل. ربنا يبارك لك فيها. طول ما انت اطعمتي بيها حد، ربنا يبارك لك فيها. وربك رب قلوب، ولكل واحد ربنا بيرزقه حسب نيته. الحمد لله رب العالمين. كان عندي قوطة كده كنت مصلصلاها، رحت منزلها على البصلة زي ما انتوا شايفين. وبعد ما غطيت الحلة رحت جايبة الخضرة ومقطعة على قد ما تقدري تقطعيها صغير. هقطع الخضرة بتاعتي، يبقى انا كده قطعت خضرتي. والتسبيكة يا دوبك هتاخد غلوتين 3 لان القوطة تعتبر نص تسبيكة. وكمان الكرنب سلقته مطرح مية الكرنب بقى. الخس اللي انا جايبه ده شلت منه كده الورق، لان بنحب الورق الخس بيبقى حلو جدا ومسكر. حطيته في قلب المية السخنة وكنت طافية البوتاجاز. المرحلة دي البوتاجاز كان مطفي، يا دوبك دبل لان ورق الخس ما بيستحملش. هطلعه بقى وهغسله حلو قوي تحت المية برضو الجارية. شايفين في حتة كده اتحذفت مني لان النور كان قطع، فدي سامحوني فيها. هقول لكم ايه هي، وكل حاجة هكتبها لكم في صندوق الوصف. ادي المية بتاعتي، هبتدي اللي انا اشطف الكرنباية. طب انتي الكرنباية بيضة زي القشطة بسم الله ما شاء الله ونظيفة، لازم تشطفيها. ليه بقى؟ علشان لو باتت معاكي حلة المحشي ما تعملش ريحة. حشيتي حلة صغيرة وحطيتها في الفريزر يوم او 2، ريحتها ما تغيرش. وفي نفس الوقت الخضار ده بيبقى مرشوش، ومن عربية لعربية ومن ايد لايد لازم تغسلي حاجتك. دي بقى نظافة البيت. المية جارية كده على الكرنب، هبتدي اللي انا اطلع واحدة واحدة واحطها في الطبق اللي جنبي. لازم مرحلة الغسيل، اي كيماوي مرشوش اي حاجة فيها اقلل من الريحة بتاعت الكرنب. كلنا عارفين ان الكرنب بيبقى له ريحة، وعشان ترمي مية الكرنب في قلب الحوض لازم ترمي وراها مية كده، تملي زي طبقين زي دول وترميهم. ليه؟ لان بيغير ريحة الشقة وريحة البيت اصلا. كلنا عارفين القرنبيط والكرنب. دي الوزة بقى عشقي، مين زيي بيحب الوزة؟ ظبطتها، وادي ورقة ورقة باخدها بغسلها وبحطها جنبي تتصفى من المية بتاعتها. بعد ما غسلنا الورق هبتدي اقطعه معاكم. ادي طريقة تقطيعي، دي اسهل طريقة. جربت اللي على الفلانشة وجربت كذا طبق فوق بعض، دي احسن حاجة اللي احنا واخدين عليها ومتربين عليها. تقطعي بقى الصابع حجم الصابع اللي انت عايزاه.
انا بحب الصابع اللي انتوا شفتوه كده في الاول اهو. يعني يعتبر بقطع الورقة حسب طولها، على 4 على 5 على 6. نيجي بقى نفصل الكرومب. يعني ايه نفصله؟ يعني نجهزه زي ما انتي شايفة كده. تجهزيه ازاي؟ 4 صوابع، العرض بتاع الورقة لا يبقى قليل ولا يبقى زيادة. الصابع معاكي يبقى مظبوط، حطيتي فيه الرز بتاعك يبقى تمام زي ما انتوا كنتوا شايفينه كده في الاول. ما تقوليش صوابع زينب. بعد ما جهزت طبعا انا حشيت. دي الحتة بقى اللي اتحذفت مني، والنور فيها طبعا كان قاطع، فسامحوني فيها. وادي حشيت معايا الكوسة والفلفل والبتنجان، وحطيت الخضرة بتاعتي اللي انا قطعتها العروق الطويلة، حطيتها من تحت. هنزل عليهم بقى بايه؟ انا كنت جايبة بطاية كده صغيرة، عندي في شيء قال لي هناكل بط وشيء قال لي لا، رحت جايبة الوركين دول. طب يا ماما ما تسواش مع البطاية. طب يا ولاد هعمل ايه؟ قلت يا بنتي تبليها كده بملح وفلفل اسمر. بعد ما غسلتها حلو خليتها زي القشطه. طبعا قطعت الورك 2، بسم الله ما شاء الله الورك حلو كبير. وقلت هحطها تستوي على وش صينيه الكوسه. اللهم صل على النبي، كانت عسل. بعد ما دبلتها كده بس بشويه ملح وشويه فلفل اسمر، جبت كده معلقتين من الصلصه بتوعي، نزلت عليهم بشويه زيت وشويه ملح برضو وشويه فلفل اسمر، وابتديت انزل على الفراخ. واسقي بقى الشوربة بتاعتك يا حبيبتي زي ما انت شايفة. وخلي بالك المحشي اللي فيه كوسة ما تزوديش فيه شوربة، لان الكوسة بتنزل ميتها. انت ممكن تبشريه، تبصي عليه، لو لقيتيه محتاج شوربة تديله، مش محتاج خلاص كده حلو قوي. بصوا يا دوبك كبشتين، وحطيت شوية على مكان الصلصة، ورحت ساقياهم ومغطية عليهم، تاخد غلوتين وبعد كده دخلها الفرن. نيجي بقى لحلة الكرنب، بسم الله ما شاء الله، عملت معايا حلة حلوة كده. وكان فاضل كمان رصتين حطيتهم مع الخس، لان الخس كان شوية صغيرين. برضو تسقي المحشي بتاعك وتهزي الحلة، ما تخافيش، هزي الحلة وانت بقلب جامد، واسقي المحشي لحد ما تغطي اول صابع بس. شايفين؟ ما حطيتش لهوش اي نقطة شوربة تاني. وتعالي بقى يا حبيبتي هاتي ورقة من بتاعة المحشي الخضرة، نية او انتي سلقاها تحطيها، وبعد ما يتشرب توطي عليه. واقول لكم بقى مع السلامة، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.